في لعيبه بتكسب بطولات، وفي لعيبه بتكسب الاحترام والناس والولاء، ولكن يا صديقي باولو مالديني كسب الاثنين. اللاعب الوفي اللي قعد 25 سنه في نفس النادي، عمرك ما سمعت مشكله ولا سمعت له صوت عالي ولا سمعت له اي حاجه. كان بيحترم الكوره والكوره احترمته. يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات، يا كاتب التاريخ عنوان الورقات. بدأ مسيرته مع نادي ميلان سنة 85 وهو كان عنده ساعتها 16 سنة، ولكن يا صديقي من أول لمسة ليه والناس شافت حاجة مختلفة. اسم هيبقى لامع في كرة القدم عشان هو ابن الكابتن فيزاري مالديني. ولكن يا صديقي مش أبناء عاملين، مالديني هيبقى ليه كارير وتاريخ خاص بيه هو بس. بدأ مع الميلان وهو بيلعب باك شمال، ولكن بينتقل بعد كده لقلب الدفاع، والأهم يا صديقي إن عمره ما لجأ للعنف، كان دايما تحسه مهندس في قلب الدفاع. ولكن يا صديقي كان قبل ما بيفكر برجله بيفكر بدماغه. يعني حضرتك كمهاجم وانت جاي تعدي، قبل ما تفكر تعدي بتلاقي الكرة اتاخدت منك وبيبدا هجم. في نهائي دوري ابطال اوروبا 2005 في ملعب اتاتورك في اسطنبول، الميلان ضد ليفربول، يفتتح التسجيل مالديني في اول الدقائق من المباراه. الميلان يخرج الشوط الاول كسبان 3-0. الناس كلها قالت خلاص الماتش في الجيب والميلان هيرفع الكاس. ولكن يا صديقي كرة القدم علمتنا دايما انها مش بتدي ظهرها لحد، عشان ليفربول يرجع ويسجل في الشوط الثاني 3 جوان في 6 دقايق. الماتش يروح ضربات جزاء والميلان تخسر. ولكن يا صديقي باولو مالديني واقف هادي راسي زي الجبل. لكن يا صديقي عشان الاسطوره ما تتقفلش بخساره، مالديني يرجع بايديها بسنتين بس في 2007 في اثينا، نفس النهائي، نفس الفريق، نفس القائد. يرجع باولو مالديني ويحقق حلمه ويفوز 2-1 على نادي ليفربول ويرفع الكاس، عشان يكون دي خامس كاس يرفعه في تاريخه الأوروبي. وبالمناسبة يا صديقي إن مالديني شارك في 8 نهائيات أوروبية، كسب منهم 5 وخسر 3. ومع المنتخب يا صديقي في كأس العالم 94 قاد المنتخب ووصل بيه للنهائي، ولكن خسر بضربات الجزاء من البرازيل. ولكن يا صديقي باولو مالديني كان سايب بصمته في الملعب. والغريب يا صديقي ان باولو مالديني معهوش ولا اي بطوله مع منتخب ايطاليا، ولا حتى خد الكره الذهبيه، ولكن الجمهور كان دايما بيعطيه الجايزه واللي هي الوفاء. واخيرا يا صديقي بعد 24 سنه غياب، سنه 2006 ايطاليا تكسب كاس العالم. ولكن الغريب ان مالديني ما كانش معاهم. ليه؟ عشان كان اعتزل في 2002 بعد كاس عالم مخيف جدا لمنتخب ايطاليا، كان هو من الاسوأ في البطوله. جات له عروض يرجع، مدرب ليبي بيضغط، الجماهير بتطلب منه يرجع، الصحافه بتطالبه بالرجوع. لكن يا صديقي مالديني كان ثابت على موقفه عشان ياخد ساعتها قرار تاريخي، تصريح يقول لك انه مش عايز يرجع عشان يسيب مكانه لشباب جديده ووشوش جديده تظهر مع المنتخب، وان جسمه مش هيسمح اللي هو يأدي بنفس المستوى اللي كان بيأديه في البطولات الكبيره. قرار تقيل. ولكن يا صديقي مالديني عمره ما كان بيدور على مجد شخصي، كان دايما بيفكر في مصلحه المنتخب ومصلحه الفريق قبل مصلحته الشخصيه. نيجي ل 2009 مالديني يقول كفايه، انا مش هكمل، عشان يطلع من الملاعب من الباب الكبير واقف على رجله قبل ما يغدي صورته. كان عارف امتى يقول مع السلامه عشان يفضل في ذاكره الناس والجماهير زي ما هو وصورته ما تتهزش خالص. وقبل ما نقفل الفيديو يا صديقي هقول لك على شويه ارقام، لكن مش ارقام اي حد، دي ارقام باولو مالديني. لعب اكتر من 1000 مباراه مع الفريق والمنتخب، منهم 902 مباراه مع نادي اي سي ميلان. شارك في 647 في الدوري الايطالي، وده تاني اكتر لاعب مشاركه بعد جوانليجي بوفون. لعب 8 نهائيات اوروبيه وكسب منهم 5. مالديني صاحب اسرع هدف في نهائي دوري ابطال اوروبا ضد ليفربول في 2005 بعد 50 ثانيه فقط. لعب يا صديقي 4 نسخ من كاس العالم، ولكن بعد 1000 ماتش مع المنتخب مع الفريق، مالديني عمره ما خد كارت احمر
في تاريخه. فاكر يا صديقي في اول الحلقه لما قلت لك ان احنا مش قدام لاعب عادي؟ الارقام اللي فاتت دي بتاكد لك اننا قدام لاعب من طراز نادر وعلم، راجل كان ب1000 بطوله واسمه باولو مالديني. سؤال الحلقه يا صديقي، لو تفتكر مالديني كان بيلبس تيشيرت رقم كام مع المنتخب مع الميلان؟ اكتب لنا في الكومنتات. ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو عجبتك الحلقه اكتب لنا في الكومنتات رايك. صلي على النبي، اشوفكم في الحلقه الجايه.